تعالى نروح بمناسبة يعني شيكابالا، تعالى نروح للواء محمد علي رئيس لجنة شؤون اللاعبين. سيادة اللواء أهلا بيك معانا على جولة فام. اهلا بسعادتك. اهلا بك. سيادة اللواء، يعني ايه اخر تطورات موضوع شيكابالا؟ يمكن الناس دلوقتي شايفة انه في الامارات يعني تم اعطاء اذن استثنائي في النصر السعودي، انا اسف، اذن استثنائي لقيد يعني لاعب من اللاعبين، فالناس استبشرت خير وقالت يعني ان شاء الله ده يحصل مع شيكابالا. ما اعرفش ايه اخر التطورات عند حضرتك؟ اذن استثناء لمين؟ للاعب في نادي النصر السعودي، لاعب يوناني في النادي النصر السعودي. مع احترامي لكل الاراء اللي بتتقال يعني. هضرب لك مثل ونعرف ايه فنياته. اي يعني جات لي دلوقتي بطاقه الانتقال بتاع عمرو زكي. كويس. دلوقتي الموضوع عباره عن ايه؟ متى تم انهاء العقد بين اللاعب والنادي؟ اذا تم هذا الانهاء خلال فتره القيد فيحق للاعب ان ينتقل، وعشان كده الاتحاد الدولي عمرو زكي انهى ارتباطه بالنادي التركي يوم 25 يناير. ففترة القيد، خلال فترة القيد. وبالتالي ده لاعب محترف من حقه ان طالما لا يملك عقدا انه يقيد طالما انهي عقده خلال فترة الايه؟ القيد، فترة الانتقالات الرسمية. كابتن شيكابالا طبعا طلبوا نادي الزمالك، طلب الساعة 12 إلى 3 دقايق يناير ان عاوز يطلب شيكابالا. الاتحاد الدولي خاطبناه بناء على طلب نادي الزمالك للاستثناء. اما عمرو زكي مش استثناء. ليه؟ لان انهي عقد الارتباط بين نادي الوصل وشيكابالا يوم 10/2 يعني خارج فترة القيد، بعد نهاية فترة القيد. وبالتالي نادي الزمالك النهارده وجه لنا خطاب بيطلب ان احنا نخاطب الاتحاد الدولي لاستثنائه من هذا الشرط. احنا طبعا في صف انديتنا طبعا، واللجنه بالكامل احنا كنا مجتمعين اهو مخلصين بقالنا يمكن نص دقيقه. وافقت على انها تخاطب الاتحاد الدولي بناء على طلب نادي الزمالك على اساس ده احد انديتنا وده ابننا. ويهمنا ان ما يقعدش بدون لعب. ايوه. ووجهنا جواب بالفعل الى الاتحاد الدولي لطلب محاوله استثنائه من القيد واللوائح الخاصه بالقيد بالنسبه لشيكابالا. اذا وافق الاتحاد الدولي الكلام ده لسه موجود دلوقتي. اذا وافق هنقول اهلا وسهلا. ايوه. ما وافقش احنا ملتزمين باللوائح، ولكن اللجنه بالكامل في اجتماعها بتحب انها تخدم انديتها ولاعبيها بغض النظر، لكن قطعا الاتحاد الدولي ملتزم باللوائح بتاعته. ونادي الزمالك احنا خاطبنا الاتحاد الدولي وابدينا وجهه نظرنا ان يا ريت تستثنوه حفاظا على اللاعب والنادي بتاعنا، ومنتظرين قرار الاتحاد الدولي اعتمادا على الماده 6 الشهيره. انت عارف دلوقتي بقينا بنتكلم بالمواد يا سياده اللواء يعني. لا، الماده مش في صالح شيكابالا، الماده 6. ما انا بقول لك اهو. اللاعب الذي لا يملك عقدا من حقه ان هو يقيد في اي وقت بشرط ان يكون فك الارتباط اثناء فترات الانتقال، لان في ماده بتقول ان لا يجوز انهاء عقد لاعب او فسخ عقده اثناء الموسم. وده بيبقى سبب غير رياضي. احنا بعتنا للاتحاد الدولي، الاتحاد الدولي تكرم علينا باستثناء، هنقول امين على طول لان ده ابننا يعني ما فيش اي مشكله. ما وافقش وقال تطبق اللوائح هيتم، بس دي طبعا اخذ ورد مع الاتحاد الدولي. لكن عمرو زكي منه قانوني، ورغم ان فتره القيد انتهت جالنا بطاقه الانتقال. لانه عمرو زكي في الفتره اللي هي الرسميه للانتقالات يعني خلينا نقول الحكايه بشكل ملخص انه الكيس او الحاله بتاعت عمرو زكي مختلفه عن شيكابالا. ان عمرو زكي انهى ارتباطه بناديه في فتره الانتقالات الرسميه. عمرو شيكابالا لا، علشان بس ايه، لانه انا عارف ان الناس ما بتصدق يقول لك اشمعنى عمرو زكي والاتحاد ضد الزمالك والشويتين دول. انا سؤالك ليا انا دخلت عمرو زكي كمثال.
لان لسه واصله بطاقه الانتقال، مفيش وانت بتكلمني. لسه حالا يعني، لسه بنار الفاكس يعني. بنار الفاكس. سيادة اللواء، يعني انا بس حبيت نوضح الحكايه، لانه طبعا هتستخدم في اشمعنى عمرو زكي وشيكابالا لا. نظام اشمعنى ده انا قدامي لوايح. بالظبط. لكن اتمنى كل لاعبينا يلعبوا، وده محتاج كلام لصالح على الاقل المنتخب. صحيح، ده صحيح. فاحنا مش واقفين في هذا الكلام، ولذلك بعتنا للاتحاد الدولي نوع من انواع الرجاء للاستثناء. لكن عمرو زكي ما بعتش الرجاء للاستثناء. بقى عاوزين خلاص. يعني كده عمرو زكي اصبح لاعب مقيد رسمي في امبي، ويقدر يشارك في اقرب مباراه. لا، هو لسه ما قيدش. وقت ما يتقدم نادي امبي بعقوده هنقول اهلا وسهلا خلاص. وطبعا امبي هيعمل ده في اقرب وقت، بما ان الحكايه اتحلت. اهلا وسهلا، ما انا بقول لك يعني في اي وقت انا فانا منتظر ان اهلا وسهلا هنكون على اتم استعداد لنادي انبي. اهلا وسهلا. طيب، شأن اي نادي ان شاء الله. سيادة اللواء، طبعا الفتره الاخيره شهدت شد وجذب بين الوكلاء واللاعبين، وليهم مستحقات، وبعض اللاعبين على وشك انهم يوقفوا. يمكن اخرهم كان محمد عبد الشافي في مستحقات شيحة. معرفش ايه اخر اخبار المستحقات والتسويات. هل في جديد في النقطه دي؟ شوف، احنا بقالي يمكن 4 أو 5 جلسات بنحاول ننهي المتعلقات المتراكمة قدامنا، ومذنبين كل الأعضاء إن عمالين نبحث في حاجات قديمة، منها شكاوي من لاعبين وشكاوي من أندية وشكاوي من وكلاء. عملية الإيقاف اللاعب عن اللعب لأسباب مادية غير مقبولة. لكن مش معنى كده إن احنا هنقبل أن الحقوق تضيع. فاحنا بنمهل وبنطلب من الأندية، طالما ان احنا خدنا قرار بين أحقية الوكيل او الى اخره الى حقوق، احنا بنمهل النادي. فبنتفق مع النادي، طب اديني خطاب رسمي انك انت تضمن تسديد هذه الحقوق نيابة عن اللاعب عشان يلعب. الأندية بتوافق. وانت تخصمها من لعيبك زي ما انت عايز، بقى تدفعها انت زي ما تتصرف انت. كده. والنادي يخصم الكلام ده من حقوق ومستحقات اللاعب. صحيح، انا عارف الضائقة اللي فيها الأندية، وبالتالي كل الأعضاء بيحاولوا يدوا مهلة عشان ما تبقاش العملية فيها قفش يعني او فيها تعنت. فاحنا بنقول كغالبية الأندية بتبعت تقول ايوه انا ملتزمة ان انا ادفع حقوق الوكيل من مستحقات اللاعب، سواء من البث التلفزيوني، سواء من الاعلانات، او هم يسددوا او نقسط الكلام ده، بحيث ان احنا ما نمنعش لاعب عن ممارسة نشاطه. بالظبط، على اساس انك برضو بتديله مخرج يعني يحافظ على حقوق الناس ويحافظ على اللعيب، بحيث ان الدنيا تمشي في الاتجاهين يعني. هو ده الاتجاه اللي اللجنة بتسعى اليه ان شاء الله. سيادة اللواء محمد علي، رئيس لجنة شؤون اللاعبين، نشكرك شكرا جزيلا. كنت معانا ومنورنا على جولة في امر. ربنا يبارك فيك. شكرا فندم.